السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. ليه بيفسد بيض الحمام تحت الأهالي؟ وإيه سبب الحصواية الواحدة؟ وليه إن الحمام ممكن يكبس والزغاليل ما تخرجش من البيض؟ هقول لك حاجات كتير جدا في الفيديو ده ومعلومات كتير جدا. ولكن شباب، قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا تعالى بس كده هوريكم حاجات جميلة. طبعا احنا بدأنا نعملها على السطح، حماس طبعا على اخواتنا وحبايبنا مشتركين القناة. طبعا معانا اخونا ابو الوفا، ومعانا طبعا علاء، ومعانا ابراهيم، ومعانا الشباب طبعا اللي احنا كاتبين اساميهم معانا على الحمام عندنا. هوريكم الحمام وكل واحد المكتوب اسمه على حمام عندنا. ولكن تعالوا بقى اوريكم حاجات جميله. الاول احنا بدانا ان احنا نعملها على السطح. طبعا يا جماعه الخير ديت اسامي المتابعين عندنا. لو ما اشتركتش في القناه انزل اشترك، هنكتب اسمك مع المتابعين عندنا على القناه. تعالوا بقى اوريكم حاجات جميله احنا بدانا نعملها على السطح. ده طبعا الزرع، الحاجات الجميله. طبعا ازرع فوق سطح البيت عندك، هتلاقي طبعا منظر بيشرح القلب. يعني الحاجات دي يا جماعه الخير، يعني لما تطلع تلاقي ورد وزهور وحاجات جميله زي كده. طبعا احنا جايبين الورود ديت امبارح، لسه مطلعينها من البستلات بتاعتها موجوده اهي. وده ريحان، يعني ان شاء الله منظر تحفه، منظر حلو قوي. وده ورد بلدي هيبدا ان هو يطلع زهور ان شاء الله تعالى. ولكن ده حاجات جميله بقى. يعني الشطه بقى، الالوان دي ان انا لفتت يعني نظري وانا في المشتل بصراحه. وعلى فكره الشطه دي حراقه جدا جدا، يعني ممكن تستفيد منها في المنزل، ممكن ان انت تستغلها في الاكل. وبالاضافه ان هي شكلها جميل، فيها الوان جميله جدا، يعني كذا لون في الشجره. وده اسمها شجره شطه، مش عارف اسمها ايه يعني العلمي، ولكن هو ده اسمها. وده ورد برضه يا جماعه الخير، ورد جميل اهو. طبعا احنا هنزرع الحته ديت بحالها. هتقول لي انت عامل الحته دي ازاي؟ هقول لك دي بياتت فراخ عاديه جدا. طبعا انا بنيت طوبتين اهما، وبدات ان انا اجيب تراب وحطيت هنا. ولكن لازم السقف يكون عندك اساسا، يكون عندك جامد. طبعا هنزرع المكان ده جميل جدا. استغل اي مكان عندك على السطح في الزراعه. طبعا الزراعه ديت من اجمل الاشياء اللي انت ممكن انا بحب اي حاجه تكبر قدامي، اي حاجه زرع طيور، اي حاجه تكبر قدامي. فطبعا دي غيه، الزرع برضه يعتبر غيه لناس كتير جدا. يلا بينا يا شباب ندخل المكان بتاعنا عشان هنعمل فيديو حلو جدا النهارده. طبعا ندخل مكان كده ونسمي بسم الله. طبعا هنتكلم النهارده عن الحصى، وليه الحصى ممكن يفسد تحت الهالي. طيب اوريك بس الجزء ده كده دلوقتي حاليا. يعني ممكن البيض ده يفسد تحت الهالي. ايه سبب ان البيض ده ممكن يفسد تحت الهالي؟ لو انا مسكت البيض دي ودي فيها اي دهون، فالبيض هيفسد مني. لو انا كل شويه بمسك البيضه واحطها على كشاف الموبايل، اشوف الجنين هيخرج امتى، اشوف الزغلول هيخرج امتى، ده برده ممكن يخلي البيض يفسد تحت الهالي. ممكن ان انا امسك برده الحصوايه دي، تترج الحصوايه كده تشوف فيها جنين ولا لا، برده بيسبب فسدان البيض تحت الاهالي. فكل دي الاسباب بتخلي ان البيض بيفسد تحت الهالي. طيب ايه السبب ان بيخلي طبعا ده ابو الوفا يا جماعه الخير اهو، اخونا السيد ابو الوفا ابن اسوان، مكتوب اسمه على الحمامه البهلوان الجميله دي. طبعا البهلوان ده من اجمل الحمام اللي انت ممكن تربيه. شايفين يا جماعه ما شاء الله؟ شايفين يعني البهلوان ده يعني بيلعب على الارض. لو هو في السلاكه بتبص تلاقيه بيعمل اكروبات. وديت حمامه طبعا حمام الزينه، حمامه جميله جدا. طبعا هي اسعارها يعني مش رخيصه ومش عاليه. يعني ممكن الجزء من ده تجيبه 500 جنيه بالنسبه للحمام. لو هتجيب زغليل هتجيب طبعا احن من كده بكتير. طبعا الذكر الجميل ده مسمينه على اسم اخونا سيد ابو الوفا. يلا بقى تعالى كده عشان ايه نشوف غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خلينا بس نكمل بقيه المعلومات بتاعتنا سريعا. طيب ليه البيض بقى ممكن يكبس تحت الاهالي؟ ده ابراهيم يا جماعه الخير اهوت، الحمام الهزاز الهندي. طبعا معاه زغاليل ما شاء الله تعالى. هنبدا ان احنا خلاص بقى نفطم الزغاليل دي. هي اتعلمت الاكل وتعلمت طبعا ان هي تعتمد على نفسها. ولكن طبعا النتايه جابت طبعا بدات تبيض اول حصوايه. ليه بقى ان البيض ده ممكن يكبس تحت الاهالي؟ كبس البيض ده يا جماعه الخير مشكله كبيره بتواجه معظم المربين. كبس البيض ده بيبقى بسبب ان انت بتدي كالسيوم كتير. لو انت بتدي كالسيوم كتير هتلاقي عندك البيض بيكبس، لو انت بتدي كالسيوم كتير. النتائج الجميله دي احنا مسمينها مروه. فطبعا ادي كالسيوم بانتظام. يعني لما بقول لك ادي سنتي للنتاب ما تروحش تدي 2 سم، اقول لك ادي 3 ايام ما تروحش تدي 5 ايام. فالكالسيوم يكون بانتظام. حط 5 سم على لتر ميه، ما تحطش 7 سم على اللتر ميه، لان الكالسيوم كتر الكالسيوم بيزود او بيخلي قشره البيض سميكه،
فبالتالي الزغلول ما بيعرفش يخرج من البيض، فبالتالي بتلاقي ان الزغلول بيموت داخل البيضه. فخلي بالك من النقطه دي. طيب تعالى اقول لك بقى معلومه تانية في منتهى الجمال. تعالى بس نمسه على طبعا علاء، هو ما شاء الله تعالى علاء ابن سوريا، ودي الطيره الجميله ديت اسمها رفيده. طبعا جايبين زغاليل ما شاء الله تعالى، ما جايبين زغاليل ما شاء الله تعالى. طيب شوف، نسيب علاء ونسيب طبعا رفيده ونروح لطير ثاني. بص هنا يا جماعه الخير، في 3 حصوات همت، في هنا 3 حصوات تحت حضان واحد. طيب ال3 حصوات دولت النتايه ديت محصيهم؟ لا، انا في حمام كان بيض عندي بيضه واحده وحطيتها مع، كانت بيضه معاهم في نفس اليوم، فحطيتها مع الجوز ده بحيث ان الحمام ما ينفعش ان انا ارقد الحمام على بيضه واحده او ارقد الحمام على حصوايه واحده، لان الحمام بياكل كتير وما ينفعش ان انا اسيب حصوايه واحده تحته. طيب ايه السبب بقى ان الحمام ممكن يجيب حصوايه واحده؟ سبب ان الحمام ممكن يجيب حصوايه واحده ان ده ممكن يكون نهايه عنقود بيض وبدايه عنقود بيض جديد، فده ممكن يخلي الحمام يجيب حصوايه واحده. طيب في سبب تاني بيخلي الحمام يجيب حصوايه واحده، في سبب ان ممكن الحمام ده يكون طبعا في موسم القلش. موسم القلش طبعا احنا منظفين المكان يا جماعه اهوت ان شاء الله، يعني لازم تنظف المكان عندك كده باستمرار، كل اسبوع مره بتنظف العيون وبتنظف العشوش عشان طبعا الحشرات وعشان ما ينتشرش مرض الجدري. طبعا مرض الجدري لما يبقى في الزغاليل طبعا انت ممكن تكره مشروع تربيه الحمام عندك، لان الجدري ده يعني خطير جدا. طبعا زغاليل اهيت ما شاء الله تعالى، يعني ما شاء الله شايفين الزغاليل صحه كويسه، لا في جدري ولا في امراض. ليه؟ بتنظف العش. طبعا هنجهز له عش، ممكن تعمل عش طبعا بنشاره الخشب، ممكن تعمل عش بالرمل مثلا، احنا في الصيف عادي ممكن تعمل عش بالرمل، ممكن تعمل عش بالتحديق، ممكن تعمل عش بالحطب، ممكن تعمل عش بالريش بتاع الحمام نفسه، يعني ريش الحمام نفسه اهوت شباب، حمام معشش بالريش بتاعه. طيب زي ما قلنا ان الحمام ممكن يحص حصوايه واحده لو الحمام ده بيقلش، يعني الحمام ده بيغير ريش فممكن ان هو يجيب حصوايه واحده، وده طبيعي جدا وعادي جدا. ولكن عشان اسرع القلش عندي، عشان اسرع القلش ممكن تدي حاجه اسمها طبعا فيروتال او فيتا ماونت، حاجه من الاثنين، فيتا ماونت او فيروتال. الحاجتين دولت ممكن ان هم يسرعوا موسم القلش عندك عشان ما تلاقيش حمام بيجيب حصوايه واحده. في زغاليل فكه يا شباب، ولكن الحمام ده شرس، يعني الحمام ده شرس، والحمام الشرس ما تروحش عنده كده وان انت تبدا ان انت تمسكه بالعافيه، فهتلاقي عندك ممكن الحمام ده يكسر الحصى. خلي بالك من النقطه دي. طيب كده احنا اتفقنا وقلنا ان الحمام ممكن يحص حصوايه واحده لو هو بيقلش، او لو ان الحمام ده يعني بدايه عنقود بيض ونهايه عنقود بيض جديد، فبيحص حصوايه واحده عندك مفيش مشكله. قلنا ان بيض الاهالي ممكن يفسد تحت، ممكن البيض ده يفسد لو انت ايديك فيها دهون، او لو انت بتمسك البيض بكتير باستمرار فممكن البيض ده يفسد. العش نفسه ده لو مش نظيف، العش نفسه لو مش نظيف ومرطب باستمرار برضه ممكن البيض ده يفسد. ممكن البيض ده يفسد لو الاهالي مريضه يبقى عندها سالمونيلا، فبتنقل السالمونيلا للحصى، فبالتالي البيض الاهالي ممكن يفسد تحت الحمام عندك. خلي بالك من الحتت دي كلها ومن النقط اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده عشان الحمام ربنا يكرمك فيه وتقدر تنتج منه بشكل كويس. طبعا الانتاج عندنا صيف وشتاء ما شاء الله تعالى، بتلاقي زغاليل وبتلاقي حصى في كل مكان. طبعا ده يدل عن ان احنا حاجات بسيطه بنعملها مع الحمام عندنا بتلاقي خير وبتلاقي انتاج عندك بفضل الله تعالى مستمر. بتمنى يا شباب يكون الفيديو بتاع النهارده اقدم لكم معلومه، يكون الفيديو عجبكم. وصلت معايا لحد دلوقتي ما تبخلش على اللايك بتاعك الجميل. شوفوا الشكر على خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.